بسم الله الرحمن الرحيم. معكم احمد عبد المجيد، وهنتكلم النهارده ان شاء الله عن مباراة الزمالك والفتح الرباطي في البطولة العربية. مش هنتكلم عن المباراة بشكل عام، لكن هنتكلم عن الاخطاء الفنية او الاخطاء الدفاعية اللي بيرتكبها نادي الزمالك. الزمالك لو فكرنا ان احنا نبص على الاهداف اللي سكنت شباك الزمالك في اخر فترات، هنعرف ان كل الاهداف تقريبا بتدخل بطريقة واحدة. ممكن نلعب لعبة حلوة جدا ونتفرج على الاهداف اللي دخلت نادي الزمالك ونقدر نطلع الفروقات اللي ما بينها. لو جينا بصينا وبدأنا بماتش اتحاد العاصمة، الجون الأول في ماتش اتحاد العاصمة، جول أولاني خطأ في الارتكاز متكرر وطبيعي وعادي جدا بيحصل في المباريات الأخيرة من دفاع نادي الزمالك. كرة اتلعبت على العارضة البعيدة، جول. ماتش اتحاد السكندري، كرة اتلعبت على العارضة البعيدة، جول. موضوع ما بقاش بس كرات ثابته، لا ده كمان كرات متحركه. ماتش كابس يونايتد، كره اتلعبت في العمق، اتردت، جول. نفس الامر ماتش امبارح، كره اتلعبت في العمق، نفس اللخبطه، نفس الاخطاء الدفاعيه، جول. دي اول طريقه، او ده الطريقه الاولانيه يدخل بيها كمان الهدف ده، كمان هدف الاهلي بنفس الاسلوب بنفس الطريقه. الكره اللي بتتلعب على العارضه البعيده بتتصلح لاي حد موجود، جول. الطريقه الثانيه ضرب ورا، او اللعب ورا منطقه، او عفوا اللعب ورا الباكين، سواء كان الباك اليمين او الباك الشمال. كره اتلعبت ورا حسني فتحي في ماتش الاهلي، ورا فتوح في ماتش الفتح الرباطي، نفس الجون. اتفرج على الجون اللي بعده، كره ثابته اتلعبت برده ورا حسني فتحي، جون. وكأن الاهداف اللي بتدخل ورا نادي، او الاهداف اللي بتدخل في شباك نادي الزمالك في الفتره الاخيره واحده، سواء الزمالك كان بيلعب 4-2-3-1 4-3-3. في مشكله عند نادي الزمالك في الاخطاء او في التغطيه. مشكله نادي الزمالك دايما بتبقى في النقطه اللي ورا، النقطه اللي ورا حسني فتحي او فتوح او اي باك في الباكين اللي بيلعب، مع البطء بتاع علي جبر ومجدي او الونش لو بيلعب. كمان في مشكله تانية عند نادي الزمالك، انه واجبات الديفندر نفسه مش مفهومه. هو المفروض الديفندر بيرجع يضم ورا علشان خاطر يقفل، يبقى موجود هنا. للاسف دونجا دايما بيكون موجود غلط، او ابراهيم صلاح، او طارق حامد. نبص على اهداف تانية دخلت الزمالك بطريقة تانية، نكمل. نفس الجون برضو كابس، نفس الطريقة، الكرة اللي بتتلعب ورا الباك. كرات الطولية، نتفرج على جول الاهلي تاني، الكرات الطويلة استغلال رهيب في البطء. بص علي جبر راجع بطيء في الارتداد، على ما وصل ما قدرش يضغط. نفس الامر جون اهلي طرابلس، الكرة الطولية اللي اتلعبت، فارق سرعة رهيب ما بين مهاجم اهلي طرابلس. نفس الجون مباراة كابس مع احمد توفيق، نفس الامر. كرات كلها بتتلعب بنفس الطريقة. دي مشكلة عن نادي الزمالك، ومشكلة للأسف المدرب واضح انه ما بيتفرجش على ماتشات الزمالك علشان خاطر يقدر يحدد ايه العيوب وايه المشاكل اللي موجوده عند نادي الزمالك. طبيعي ومنطقي جدا ان احنا لازم نشوف لاعب بيتفرج، او لازم نشوف المدرب بيتفرج على المباراه بعد ما بتخلص عشان خاطر يقدر يحدد ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي اتعمل في المباراه نقدر نتفاداه. ده ما بيحصلش. الاخطاء بتتكرر بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه وبنفس المنهج. مشكله نادي الزمالك في مشكلتين، سواء في مباراه امبارح او في المباريات اللي قبلها. اولا، المشكله الاولانيه هي مشكله صناعه اللعب. لعيبه نص الملعب ما بتقدرش تبني الهجمه سوى معروف يوسف، ونادرا ما الكره بتوصل لمعروف في الفتره الاخيره. كمان مشكله معروف انه ليه واجبات دفاعيه كتيره قوي مع بطئه، بالتالي ما بيقدرش يأدي الدور ده. الزمالك يفتقد لصانع اللعب اللي موجود في نص الملعب، يفتقد لمحمد ابراهيم. اداؤه كويس، اداؤه وحش، لكن محمد ابراهيم لازم يكون موجود او بديل لمحمد ابراهيم. الزمالك بدأ المباراه ب 4-3-3، الطريقه اللي بيلعب بيها الفتره اللي فاتت، لعب بدونجا ديفندر. انا من وجهه نظري ان دونجا مش ديفندر. افضل ديفندر ممكن يلعب هو طارق حامد،
ومفيش عند نادي الزمالك ديفندر تاني غير طارق حامد. ابراهيم صلاح بطيء جدا وما يقدرش يأدي الادوار دي، والزمالك محتاج لاعب يأدي المركز ده بشكل افضل من كده. دونجا، توفيق، معروف ما عندهمش القدرات ان هم يلعبوا في المركز ده بواجبات المركز ده، سواء في 4-2-3-1 او في 4-3-3. بعد اصابه رفعت، ايناسيو بيبص جنبه على الدكه ما لقاش اي حد ممكن ينزل يلعب. الوحيد اللي كان ممكن يلعب في المركز ده هو ابراهيم عبد الخالق. بس اصلا مشكله ابراهيم عبد الخالق او المشكله كلها ان ابراهيم عبد الخالق لعيب بوكس تو بوكس، لعيب بيلعب جوه الملعب، لعيب بيلعب في قلب الملعب، ما بيعرفش يلعب باك، ما بيعرفش يلعب على الطرف. فبالتالي الزمالك اتغير شكله ل 4-4-2، بس بوجود دونجا ديفندر قدامه ثلاثه كان معروف وابراهيم عبد الخالق، اللي كان فيه لخبطه شويه في المراكز في البدايه، ما كانش حد فيهم هو مين اللي بيلعب جناح يمين ومين اللي بيلعب مين اللي بيلعب جناح شمال في الاثنين. فكانت المشكله كلها ان الكره بتوصل هنا وبتقف، الكره بتوصل على نص الملعب وبتقف، الكره ما بتطلعش لقدام. ودي المشكله المستمره عند نادي الزمالك هجوميه، مشكله بناء الهجمات، ان الزمالك بيوصل عند نقطه معينه وما بيقدرش يبني الهجمات بشكل سليم. المشكله الثانيه اللي عند نادي الزمالك هي مشكله دفاعيه. طبعا لو اتكلمنا عن المشكله الدفاعيه دي هنتكلم وحدث ولا حرج يعني. اخطاء في الدفاع، اخطاء في التمركز، اخطاء في التغطيه العكسيه، اخطاء في ارتداد لعيبه خط الوسط. يعني مش هنتكلم عليها كتير لانه الكل عارف ايه الاخطاء والكل فاهم ايه الاخطاء. وللاسف زي ما قلنا الواضح انه مفيش حد بيتفرج على ماتشات نادي الزمالك بعد ما بتخلص عشان خاطر يحدد الاخطاء ويشوف. في الشوط الثاني ايناسيو قرر انه يعمل افضل تغيير في المباراه من وجهه نظري، وانه يطلع احمد توفيق اللي ما كانش موفق في المباراه دي، وينزل حازم امام كجناح يلعب على الطرف اليمين، يقدر ينقل الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. ونجح في الهدف الثاني اللي كان هدف رائع من شيكابالا، نجح في تنفيذ الدور اللي كان مطلوب منه، وبدأ شكل نادي الزمالك يكون افضل نسبيا، خاصة ان ابراهيم عبد الخالق دخل في قلب الملعب، معروف يوسف دخل في قلب الملعب، فكان كل واحد في الاثنين بيلعب في المركز الطبيعي اللي بيلعب فيه. كمان شيكابالا بيلعب على الطرف، هو مميز جدا في لعبه على الطرف لانه بيقدر يضم. وحازم امام، المشكله اللي ظهرت هي المشكله في صناعه اللعب، نفس النقطه اللي موجوده، المركز او اللاعب اللي يقدر يزيد من نص الملعب. ممكن معروف، بس مشكله معروف واجباته الدفاعيه، وخاصه انه كان بيغطي ورا فتوح كتير اللي عنده اخطاء كتيره، واللي كان منها سجل الهدف الاول في الاندفاع. فبالتالي هو محتاج لاعب يغطي على فتوح، فما كانش بيقدر يتقدم كتير. ابراهيم عبد الخالق برضه نفس الوضع، كان مطالب انه يرجع ويغطي في نص الملعب لان دونجا بيرجع يضم مع الدفاع، وحسني فتحي نفس الامر متهور، وحازم امام بقى مطلوب منه واجبات هجوميه اكتر. بالتالي كان في مشكله عند نادي الزمالك في صناعه اللعب، ده غير المشاكل اللي موجوده طبعا في الدفاع. بعدها شيكابالا خرج بره المباراه ونزل طارق حامد علشان خاطر معروف يأمن نص الملعب، قصدي عفوا عشان خاطر ايناسيو يأمن نص الملعب. بس نزول طارق عمل مشكله، عمل خلل في خط وسط نادي الزمالك. ما كانش في حد فاهم هو مين الديفندر الصريح او مين الديفندر اللي مطلوب منه الواجبات دي. هو لعب 2 ديفندرات، الاثنين كان في مشكله كبيره قوي ورا. مشكله النقطه دي، المسافه اللي ما بين خط الدفاع وما بين خط الوسط دي، اتوقع انه لو كان مدرب الفتح الرباطي قدر يستغل النقطه دي كان ممكن يفوز بالمباراه بسهوله. كمان كان في مشكله في تقدم حسني فتحي كالعاده، تقدم فتوح وعدم التغطيه العكسيه وراه. مشكله عند نادي الزمالك هي مشكله واضحه وكل عارفها تقريبا، لكن محدش قادر يحلها. مشكله نادي الزمالك مشكله على صناعه اللعب، انت ضحيت باهم 2 لعيبه عندك، ستانلي ومصطفى فتحي كانوا يأدوا الدور ده في ظل اصابه محمد ابراهيم، في ظل اصابه ايمن حفني، وفي ظل عدم قدره شيكابالا على اداء ال90 دقيقه بنفس المستوى. انت عندك مشكله في النقطه دي. انت هتلعب ب4-3-3، هتلعب ب4-2-3-1، انت لازم تدعم المركز اللي ورا المهاجم سواء على الطرفين او في عمق الملعب. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه عند نادي الزمالك هو محتاج مدافع سريع. مشاكل الدفاعيه، انت محتاج مدافع سريع. مستغرب لغايه دلوقتي ازاي يتم الاستغناء عن اسلام جمال، المدافع السريع الوحيد اللي موجود في دفاع نادي الزمالك.
ازاي يتم الاستغناء عنه؟ دي علامه استفهام كبيره قوي، اتوقع ان ملهاش اجابه. المشكله كلها ان محمد مجدي، محمود حمدي الونش، ومعاهم علي جبر، 3 مميزين، لكن ال3 بطاقة، وما ينفعش تلعب بطريقة لعب 4 في الدفاع ويبقى عندك الاثنين السيرد باكين بتوعك بطاقة. ألف ب كورة، ده ما ينفعش. النقطة التانية عن نادي الزمالك، نقطة التغطية العكسية. ازاي في مباراة او ازاي على مدار نص موسم او على مدار موسم كامل الباكين بتوعك ما بيعرفوش يعملوا التغطية العكسية، ما بيعرفوش يضموا صح. لو رجعنا لهدف الاهلي، هدف وليد سليمان في مباراة القمة 2-0، هتلاقي ان الجون اللي داخل بسبب تغطية عكسية. فين حسني فتحي؟ جاء متأخر. مفيش حسني فتحي. نتفرج على الجون امبارح ماتش الفتح الرباطي، هدف الفتح الرباطي نفس الامر برضه، مفيش تغطية عكسية. نرجع نتقدم، نوصل، نقف هنا. فين محمد ناصف؟ محمد ناصف ما جاش. محمد ناصف لسه متأخر. فين ابراهيم صلاح؟ نفس الامر. تعالوا نبص هنا، نقف، نتفرج على دونجا. دونجا بيعمل ايه هنا؟ انا شخصيا مش عارف. فين حسني فتحي؟ حسني فتحي مش موجود. حسني فتحي بدأ يظهر بعد الكرة ما اتلعبت، كان جاي متأخر جدا، كان منطقي وطبيعي ان الكرة تدخل جول. مشكلة عن نادي الزمالك زي ما قلنا، بنكررها مرة تانية، الواضح انه محدش بيتفرج على ماتشات نادي الزمالك، محدش بيفهم لعيبة نادي الزمالك ايه المطلوب منها، محدش بيفهم واجبات الباكات. مشاكل واضحة اتكلمنا فيها كتير. محتاجين مدرب جديد في الزمالك، محتاجين لعيبة تنفذ الفكر ده. الزمالك محتاج كتير، ما نستناش منه حاجة السنة اللي جاية، لكن نستنى انه يكون عنده فترة استقرار، مدرب يجي يقعد من اول موسم لنهاية الموسم يحل المشاكل اللي موجودة، بعدها هنبدأ نفكر في بطولات. ما ينفعش الزمالك في الوقت اللي احنا فيه، الزمالك بيبني على اساس غلط. ما ينفعش بعد سنة، بعد 2، بعد 3. فين الفريق اللي خد الدوري من سنتين؟ الفريق ده مش متبقي منه غير 5 6 لعيبة. ازاي يتم تسريح الفريق اللي واخد بطولة دوري وبطولة كاس لأول مرة من سنين طويلة؟ ده الزمالك محتاج كتير. أهم شيء إن الإدارة تكون حابة النادي الزمالك يقف على رجله. موضوع مش موضوع فلوس، موضوع مش موضوع إن أنا لازم أكسب كل ماتش. مفيش فريق على مستوى العالم كله بيكسب كل ماتش. الأهلي مر بفترة صعبة جدا، لكن جاب مدرب عمل فترة استقرار، بدأ يؤدي الفريق زي ما بيحصل في كل زي ما بيحصل في كل فريق على مستوى العالم. ده اللي الزمالك محتاجه. الزمالك فريق كبير، كلنا بنتمنى ان الزمالك يرجع لمستواه الطبيعي، ولازم يرجع لمستواه الطبيعي. مصلحه الكوره في مصر، مصلحه نادي الزمالك، مصلحه الجمهور، مصلحه كل شيء. لازم نادي الزمالك يرجع للحاله الطبيعيه بتاعته. يرجع للحاله الطبيعيه بتاعته ازاي؟ ده يبقى لينا كلام تاني فيها في المستقبل، لكن الوضع اللي احنا فيه ننتظر ان الزمالك ممكن يخسر البطوله العربيه اللي هو محتاجها. اكتر فريق في ال 12 فريق المشاركين في البطوله العربيه محتاج البطوله دي هو نادي الزمالك. محتاج يرجع الثقه، محتاج الفلوس اللي هتدخل على نادي الزمالك من ورا البطوله العربيه علشان خاطر يقدر يدعم خطوطه ويقدر يدعم صفوفه بشكل كويس. في النهايه احب اقول لجمهور الزمالك هارد لك. ضيعوا فوز سهل من ايديهم. لازم لعيبه الزمالك تلعب بروح اكبر من كده، لازم تعرف قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه. ده طبيعي. حرام حرقه الدم للجمهور. فنيا المباراه ما كانش فيها كتير قوي، 2 مدربين عايزين يطلعوا باقل الخسائر من المباراه. واضح جدا من تغييرات ايناس في طول الماتش، واضح جدا كمان من عدم ضغط المدرب فتح الرباطي في اخر 10 دقائق انه يضغط، وهو الزمالك منهار، وهو الزمالك بيحاول يضغط، او الزمالك بيحاول يحافظ على التقدم باي شكل. من الواضح انه الفريقين كانوا عايزين يخرجوا باقل الخسائر، وقد كان الفريقين خرجوا بتعادل. هو مش سيء للفريقين، خاصه مع تعادل المباراه الاولانيه بين النصر والعهد اللبناني، لكن الفريقين كان عندهم فرصه كبيره ان هم يكسبوا. بشكل عام نتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفتره اللي جايه،
واخيرا نتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وسبسكرايب وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.